أهلا بيكم في درس رقم 36 في دبلومة كانفا بعربي، والنهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل البادج اللي قدامنا ده. والبادج ده المطعم بيبيع ستيك، وهنا بقول البادج لان ده ينتمي لعائلة البادج لوجو ديزاين. والنوع ده من اللوجوهات عايز تطبيق كتير وعايز تغذية بصرية كتير. فلو عايز تتعلم ازاي تعمله وعايزني اقيم شغلك لازم تنضم لجروب العالم الموازي، سواء المجاني او الفي اي بي اللي بتكلفة رمزية جدا. وهتلاقي كل التفاصيل موجودة في صندوق الوصف. ومش هطول عليكم ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. واول حاجه زي ما اتعودنا هنروح على موقع كانفا وهنعمل كرييت نيو ديزاين. واول ما تجيلي الشاشه دي هختار كلمه لوجو، ولو مش موجوده عندي هكتب كلمه لوجو هنا في السيرش وهختارها. واول حاجه عندي هعمل الفريم اللي انا هعمل فيه البادج بتاعي، والفريم ده هيكون مستطيل، فكل اللي انا محتاجه ان انا ادور على شكل ابتدي ارسم بيه الفريم. واقرب شكل عندي في الشيبس هو المربع، وعلشان اجيب المربع هروح في الاليمنتس وهدور في الشيبس هنا، هعمل سي اول، بعد كده هلاقي المربع بتاعي هنا فهختاره. ومش هتفرق سواء اخترت ده او ده لان انت كده كده هتغير الراوند بتاع الايدج بتاع المربع. وبعد ما اخترت المربع بتاعي هبتدي ان انا اشيل اللون بتاعه الداخلي وهعمل له بوردر خارجي وهخلي حجمه 2. وبعد ما ظبطت الاوتلاين بتاعي هبتدي ان انا اظبط الحجم بتاع السكوير بتاعي. كل اللي عليا ان انا همسك السكوير واروح اضغط على كلمه بوزيشن. وبعد ما ضغطت على كلمة بوزيشن هتظهر لي الشاشة دي، وهنتعلم مع بعض ازاي نتحكم في العرض والارتفاع بتاع الاشكال. الويدث هنا معناه العرض، والهايت اللي هو الارتفاع. وهنا علشان اتحكم في العرض بتاع المستطيل بتاعي هخليه 250، وبعد كده هخلي الهايت بتاعه 370. طبعا خرج بره التمبلت، هبتدي ان انا اجيبه تاني في قلب التمبلت زي ما انت شايف كده. وبعد كده همسك الشكل بتاعي واجي هنا في الكورنرز اللي هي بتلف الاطراف بتاعه السكوير، واخلي هنا الكورنر راوندنج على اخره. وده كده الاطار الخارجي بتاع اللوجو بتاعي. هاخد نسخة منه وانا ماسك كنترول سي، بعد كده هضغط على كنترول في، وبكده انا خدت نسخة احطها فوق اختها. بعد كده همسك الت شيفت وانا بصغر علشان اصغر من كل النواحي زي ما انت شايف كده. هبتدي اعمل زوم ان، هكبر سنة بسيطة زي ما انت شايف. بعد كده ابتدي اعمل تركاية كده هعلمها لك علشان تقدر تطابق المقاسات، وهي انك هتجيب عنصر من هنا زي السكوير مثلا وتطلع زوم اوت كده وتروح مصغره شويتين، وبعد كده تاخده تحطه في المسافة اللي موجودة ما بين المستطيلين هنا. طبعا هتظبط المسافة بالشكل اللي انت شايفه ده ان هي تبقى مغطية المساحة اللي بين المستطيلين، وهتلون لي الشكل ده باللون مثلا الاحمر عشان يبقى لون مميز. طب ليه بعمل كده؟ علشان اتاكد ان المسافه اللي فوق قد المسافه اللي في الجنب. زي ما انت شايف في اختلاف في المسافات، وعشان اظبطها بعيني هيبقى الموضوع صعب جدا. فاسهل حاجه ان انت يبقى معاك شكل كدليل، وده مربع يعني كل الاطراف بتاعته نفس الطول. واللي عليك دلوقتي ان انت هتمسك المربع ده تبتدي انك تجيبه في الجزء الجانبي عندك علشان تخلي المسافات واحده. هتحطه هنا هتخش زوم ان تحطه عند الضلع الخارجي، وتمسك المستطيل الداخلي وتبتدي انك تحركه بحيث ان انت توصله لنفس النقطه اللي هي موجوده فوق. وبكده انت خليت المسافه هنا وهنا واحده، ولكن المسافه اللي عند الكورنرات مش واحده. وهتعمل نفس الحاجه الناحيه التانيه برضو، هتجيب المربع بتاعك اللي هو الدليل الناحيه التانيه تحطه هنا، بعد كده تبتدي تمسك الريكتانجل الداخلي ده وتظبطه مع المستطيل او المربع الاحمر بتاعك الدليل بتاعك بحيث تخلي المسافات كلها واحده. وكده انت نجحت تخلي المسافات هنا كلها زي بعض. وبعد ما خلصت هتجيب الدليل كده على جنب عشان ممكن نحتاجه بعدين. طبعا لازم تظبط الراوندنج بتاع المستطيل الداخلي، طول ما انت بتصغر لازم تقلل الراوندنج عشان تحافظ على المسافه، ودي حاجه لازم تظبطها بعينك وهتتعود عليها بكتر التطبيق. وبكده انا ظبطت الفريمين جوه بعض بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دلوقتي. همسك المستطيل الداخلي وهخلي البوردر بتاعه هنا السمك بتاعه 4، وبعد كده همسك الاطار الخارجي واضغط على كنترول سي كنترول في عشان اخد نسخه، وابتدي ان انا الاول قبل ما احركها او اصغرها احطها فوق اختها، بعد كده امسك الت شيفت عشان اصغرها. طيب اصغرها لغايه فين؟ همسك البوزيشن هنا هخلي العرض بتاعي 150 وهخلي الطول بتاعي 260، وبعد كده هوسطنها تاني زي ما انت شايف كده قدامك. وبعد كده همسك الراوندنج وهبتدي اقلله زي ما اتفقنا، كل ما الحجم يقل لازم الراوندنج يقل معاه علشان نظبطه مع الفريمات الخارجيه. وبكده انا عملت الفريم بتاعي، ولكن الدايره الداخليه دي انا مش هشيل منها اللون، هخلي ليها لون ابيض وهنفهم ليه بعدين. وهنا اول عنصر هستخدمه هو راس الغزاله، وعلشان اجيب ده هروح للعناصر زي ما احنا عارفين، وهاجي هنا في الاليمنتس وهكتب اللي انت شايفه
قدامك ده deer head silhouette، وده معناه شكل لراس الغزالة، وده معناه مجسم لراس الغزالة. وبعد ما بحثت عليه هاجي في الجرافيكس واعمل سي اول. وما تنساش في الفلاتر هنا عشان ما توجعش دماغك بالعناصر المدفوعة، هتيجي تختار هنا العناصر المجانية فقط. وهنا انا هستخدم تالت عنصر عندي اللي هو الموجود قدامك، وبعد ما ضغطت عليه وجالي هنا هبتدي ان انا اسنطره الاول، بعد كده امسك الت شيفت، وبعد ما ضغطت عليه وجالي هبتدي ان انا الاول اسنطره، بعد كده امسك الت وابتدي ان انا اصغر الشكل بتاعي لغايه المكان اللي انا عايز احطه فيه، بعد كده ابتدي انزله اظبطه. انا عايز ادمج القرن مع البوردر بتاع الريكتانجل الداخلي بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتلاقي ان القرن كانه طالع من البوردر الداخلي، وده منظر بيبقى جميل وبروفيشنال جدا زي ما انت شايف قدامك. ولكن الحته المدلدله اللي تحت دي منظر مش بروفيشنال، وعلشان تظبط الجزئيه دي هتعمل زوم ان وتمسك الطرف من تحت بتاع الصوره وتبتدي انك تقلله لحد ما يوصل بالظبط لغايه البوردر الداخلي للفريم اللي انت حاطه فيه. ولو عملت زوم اوت هتلاقي المنظر اصبح كده. وعلشان تحل المشكله دي هتعمل زوم ان الاول وهتمسك الطرف بتاع الصوره من تحت تبتدي انك تقللها بالمنظر اللي انت شايفه قدامك لحد ما نوصل للنقطه دي، وبعد كده ترجع زوم باك هتلاقي المنظر بقى كده. هل ده كفايه؟ لا مش كافي. انا هنا عايز افرغ جزء هنا فاضي وجزء هنا فاضي، هنا عايز افرغ جزء فاضي هنا وجزء فاضي كمان هنا. وعلشان اعمل كده هستخدم عنصر الريكتانجل، فهضغط على وعلشان اعمل كده هجيب سكوير من الاشكال وابتدي ان انا اصغره زي ما انت شايف قدامك. هخلي له اي لون مميز عشان اعرف اميزه، وهبتدي ان انا انزله تحت هنا واقلل الترانسبيرنسي بتاعته زي ما انت شايف كده، وده علشان اقدر اشوف وراه. وهبتدي ان انا بعد كده اميله بنفس زاوية الغزالة زي ما اتعلمنا، وهبتدي ان انا احركه كده شوية ان انا اخليه يقطع مسافة كافية، المسافة اللي عجباني بنفس الميل. وهعمل نفس الكلام الناحية التانية. وتعالى يا باشا من البوزيشن ونفس الزاوية اللي انت شايفها بس شيل منها النيجاتيف واضغط انتر، هتلاقيه لفهولك هو اوتوماتيك، وابتدي ظبط المسافات. وبعد كده هتمسك الترانسبيرنسي من هنا ترجعها 100 وتخلي اللون بتاع الريكتانجل بتاعك لونه ابيض. وعشان تاخد نفس الستايل هنا هتروح جاي عامل كنترول الت سي، فانت كده عملت للستايل كوبي، وهتاخده هنا كنترول الت في. وما تنساش انك ترجع ترانسبيرنسي هنا زي اخوه. طيب هل الشكل كده كويس؟ لا طبعا. هتبتدي ان انت تروح تاني لللايرز تلعب فيها، تروح جاي ماسك الاتنين دول عاملهم جروب واحد ومرجعه فين؟ ورا الغزالة. وهنا احنا فرغنا يمين وشمال الغزالة، فاضل بقى الجزء بتاع الفريم اللي هو الريكتانجل ده معدي من تحت الغزالة. بص كده عامل كيرف شكله مش مظبوط، عشان نشيله هنغطيه بريكتانجل بمنتهى البساطة. فهتجيب سكوير تاني برضو هتخلي هنا لونه ابيض، وتروح جاي مصغره حاجة بسيطة كده زي ما انت شايف قدامك، وتروح مصغره حاجة بسيطة برضو من هنا على قد المسافة بالظبط، وتروح جاي حاطه كده وتكبره سن عشان تتأكد ان هو يغطي المساحة كاملة. وبعد كده طبعا هتروح للبوزيشن وتروح لللايرز تاني وتروح مرجعه فين؟ ورا الغزالة بتاعتك. فانت كده ظبطت كل حاجة مظبوط. طيب هل كده الغزالة ماشية مع كيرف الدوران؟ لا، هتحتاج انك ترفعها لفوق شوية. فهتمسك الغزالة بتاعتك تبتدي انك تظبطها بالشكل اللي انت شايفه كده قدامك، تطلعها لفوق سنة زي ما انت شايف. وهنا الغزالة مكانها تمام ومدمجة تمام في الفريم الداخلي وكله زي الفل. الباقي كله عبارة عن ان انت بتكتب الكلام. وعشان نكتب الكلام بتاعنا هنروح للتكست تول، هنضغط عليها ونعمل اد ا تكست بوكس. ولما يجي لنا الكلام هنا نبتدي نكتب اسم البراند بتاعنا اللي هو جود، وبعد كده هناخد نسخة منه وانا ماسك الت شيفت، وبعد كده هكتب تاني كلمة اللي هي هورن. كده كتبنا الكلام، يلا بينا نظبطه. هتيجي هنا هتخلي حجم الكلمة دي 26، وهتيجي هنا هتخلي حجم الكلمة دي 13. والفونت اللي احنا هنستخدمه للكلمة الصغيرة هو فونت اسمه بوبنز وكلنا عارفينه، هتلاقيه موجود هنا قدامك. وبعد كده تضغط على السهم اللي جنبه وهتخلي الكلمة دي الدرجة بتاعتها او الفونت ويت بتاعها بلاك. والكلمة اللي تحت نفس الكلام برضو هنختار لها بوبنز ولكن هنخليها اكسترا بولد. هتقلل المسافة ما بينهم شوية، وبعد كده هتروح للبوزيشنز واللايرز تمسكهم سوا وترفعهم لفوق شويتين. طيب هتلاقي ان الكلمة لزقت في القرون بتاعة الغزالة وانا مش عايز كده. فهتمسك كلمة هورن هنا، هتروح للإفكتس، بعد كده هتعمل اوتلاين وهتخليه على اخره وهتخلي لونه في الاخر باللون الابيض. وبكده انا عزلت كلمة هورن عن القرون بتاعة الغزالة عشان لما اعمل زوم اوت اقدر اقرا الكلمة بتاعة البراند من غير لغوشة من القرون.
كلمة good هتعمل zoom in وهتخلي لها letter spacing مثلا 200 علشان تبقى مقرية بسهولة وانت عامل zoom out بالمنظر اللي قدامك ده. وبعد كده هتاخد نسخة من كلمة good وهتخلي حجمها هنا بحجم 7، وبرضه هنستخدم فيها bobbins ولكن هنستخدم الميديوم. وطبعا عشان صغرنا الكلمة فهنزود الليتر سبيسنج، هنخليه هنا 400 بدل 200، والليتر سبيسنج اللي هي المسافات اللي بين الحروف. وهغير الكلمة هخليها established، وهاخد نسخة منها تحت منها بالظبط واخليها 2025، وهسيب مسافة كويسة كده علشان تبقى مفهومة وسهلة في القراية. وهاخد الاتنين مع بعض اعملهم جروب واحد، وهنزل بيهم لتحت شوية عشان يبقوا وسط القرون كده بالمنظر الجميل اللي انت شايفه. وبعد كده هروح على العناصر عندي وهروح على الاشكال وهختار شكل الخط اللي قدامك هنا. ولما يجيلي هروح هنا للستايل بتاعه، اخلي هنا السمك بتاعه 1 بس. طبعا الخط رفع معايا كتير، هبتدي ان انا اطلعه لفوق واتاكد ان هو متوسطن بالمنظر اللي قدامك، وامسك الت وابتدي ان انا اصغره حاجه بسيطه زي اللي انت شايفها كده، واوسطنه بين الكلام اللي فوق والكلام اللي تحت. ممكن اكبره سنه كمان، وكده كله تمام. كده انا كتبت اسم براند، كتبت تاريخ التأسيس، فاضل لي شوية كتابة فوق وتحت وفي الجناب هنا هنكتبهم ويبقى اللوجو بتاعنا خلص. وكتابة المحتويات اللي جوه خلصناها، فاضل بقى كتابة المحتويات الخارجية. وقبل ما نكتب المحتويات الخارجية لازم الأول نلون الجزء اللي هو اللي ما بين الفريمين اللي جوه ده واللي جوه خالص باللون الأحمر. هتقولي طب ازاي هلون المساحة دي بس من غير ما الون المساحة اللي جوه؟ علشان كده قلت لك هنرجع اللون الأبيض للفريم الداخلي بعد ما كان ملوش لون. طيب هل انا هلون المساحة دي كلها بالاحمر؟ لا، انا هلون نص المساحة اللي فوق بس بالاحمر والنص التاني هسيبه ابيض. كده الموضوع بقى معقد، انا مش عارف ازاي هلون. امشي معايا خطوة بخطوة وانا هعرفك كل حاجة. اول حاجة هتعملها الفريم الداخلي ده، هتاخده كنترول سي كنترول في. اول حاجة عندك انك هتاخد الفريم الداخلي ده نسخة، وانت بتضغط على كنترول سي اللي هي كوبي، بعد كده كنترول في اللي هي بيست، وتحطها فوق القديمة بالظبط. وبعد كده هتصغر النسخة بتاعتك بالمنظر ده. طيب اصغرها لحد فين؟ لحد ما توصل لنص الفريم بالظبط. طب هعرف منين؟ شايف الخط البنفسجي ده؟ لما وصلت له راح موقف لي التصميم اهو. اقف هنا، وبعد كده هتروح جاي مرجع اللون تاني، وهتيجي هنا هتختار اللون اللي قدامك ده، ممكن تستخدمه معايا ودي درجة كويسة جدا في الوان اللوجوهات. وهتيجي هنا في الاوتلاين وتقوم شايله خالص، وهتيجي هنا في الاوتلاين وتقوم شايله خالص. هتقولي كده حلو، بس احنا لسه عندنا الجزء ده فاضي ومش هنعرف ان احنا نملاه. هقول لك جميل، ما احنا هنجيب من هنا شكل زي ما احنا اتعلمنا قبل كده، وهتمسك الشكل ده تروح جاي مطلعه لغاية ايه نص الفريم، وتجيبه كده شمال شوية وتروح جاي مطه لغاية اخر الفريم. طيب اعمل زوم ان وانت بتتحكم في الحاجات، بعد كده ننزل الحجم بالمنظر اللي قدامك ده، وبكده بقوم قطعة واحدة. هتقولي بس كده البوردر اختفى. اقول لك مش مشكلة، ما احنا هنمسك الاتنين من اللايرز وهنعملهم طبقة واحدة، ونمسكهم نضغط على كنترول جي عشان نعمل جروب، وبعد كده هنرجع كل الكلام ده ورا الفريم الداخلي تحت خالص زي ما انت شايف كده قدامك. وبعد ما رجعته هبتدي ان انا اظبط المنظر زي ما هو قدامك كده علشان يبقى مش بارز من الفريم خالص. وهنا هبتدي ان انا اقلل الترانسبيرنسي عشان اتاكد ان مفيش اي اطراف خارجه بره الفريم الداخلي زي ما انت شايف كده قدامك. هبتدي اروح يمين شويه والم الموضوع كمان من هنا، وكمان اعمل زوم ان سنه والمه من فوق بالمنظر ده، وارجعهم ورا الفريم الداخلي، يبقى المنظر جميل زي ما انت شايف كده قدامك. كده انا لونت نص الفريم الفوقاني فقط. وبعد ما عملت كده هروح جاي واخد نسخة بكنترول سي وكنترول في من كلمة جود، هطلعها فوق خالص، وهبتدي ان انا اخللها الليتر سبيسنج بتاعها هنا اقل بكتير، اخليه 50 مثلا. وبعد كده هلون الكلمة دي باللون الابيض، وبعد كده هكتب الكلمة بتاعتي وهعمل زوم ان اتأكد ان كل حاجة متوسطنة بدقة. بعد كده هعمل زوم اوت تاني، وبكده انا كتبت الكلمة اللي انا عايزها فوق. وهنا بدل ما هو انا مستخدم الفونت ويت بتاعه بلاك هخليه بولد بس، مربع بتاعك العادي بتاعنا خالص. وهتيجي المربع ده تبتدي انك تظبط مقاسه والستايل بتاعه، وبعد كده تحطه في المكان الصح اللي هو متوسطن على الخط اللي انت شايفه قدامك ده. عشان تظبط مساحته هتبتدي انك تيجي هنا في البوزيشن والارينج، وتعود انك تظبط الويدث والهايت من هنا. وهنا اخلي العرض بتاعه 73، وهخلي الطول بتاعه مثلا نقول 28.
وهاجي هنا للراوندنج هخليه مثلا في حوالي 8، وهخلي لون الخلفية بتاعته أبيض، ولازم يبقى ليه لون خلفية عشان احنا هنحطه في المكان اللي انت شايفه قدامك ده. هنعمل زوم ان ونبتدي ان احنا نوسطنه بشكل مظبوط بحيث يبقى المساحة اللي خارجة منه هنا قد المساحة اللي خارجة منه هنا. وكده الشكل اللي على الشمال مظبوط. هبتدي اعمل نفس الكلام على اليمين برضو، ابتدي برضو اعمل زوم ان عشان تتأكد ان كل حاجة تمام، والحاجات دي بتستخدم فيها عينك اكتر بالمنظر اللي انت شايفه قدامك كده. وهنا هاخد نسخة من الكلمة اللي فوق، ولكن هخلي مقاسها من هنا 7، وهخلي لونها من هنا بالاسود، وهديها لتر سبيسنج من هنا اخليه 400 مثلا، وبعد كده هنزله علشان يبقى موجود في المكان ده. واعمل زوم ان عشان تتأكد ان كل حاجة متوسطنة زي ما انت شايف قدامك كده. وبعد كده هكتب الكلمة بتاعتي اللي هي كلمة ستيك، وهاخد نسخة وانا ماسك الت شيفت واديها الناحية التانية، وهكتب كلمة هاوس. وبكده انا كتبت الكلام اللي فوق وكتبت الكلمتين اللي في النص، فاضل لي بقى الكلام اللي تحت. وبرضه هاخد نسخة من كلمة بارن اللي فوق دي انزل بيها تحت، واخلي لونها بالاسود عشان ابقى شايفها، وهخلي اللتر سبيسنج بتاعها 150 زي ما انت شايف قدامك كده، وهضغط انتر. وبعد كده هكتب الكلمة بتاعتي اللي هي كلمة ويسترن. وبعد كده هاخد نسخة من كلمة ستيك هنا وانزلها تحت كلمة ويسترن واوسطنها. اتأكد ان انت بتعمل زوم ان عشان توسطن الحاجات مظبوط زي ما انت شايف قدامك كده. اتأكد ان الخط ده ظاهر عندك عشان توسطن. وبعد كده هكتب الكلمة بتاعتي اللي هي كواليتي، وهنا هخلي اللتر سبيسنج بتاعي 400، وهخلي الفونت ويت بتاعي ميديوم من هنا. وبعد كده انزل الكلمة دي تحت سنة بسيطة، اعمل زوم اوت واشوف اللوجو بتاعي عامل ازاي. هلاقي ان الكلام ده مش متوسطن ما بين الدايرتين، فهروح جاي ماسك كلمة كواليتي ورايح لللايرز ماسك معاها كلمة ويسترن وعاملهم جروب واحد، وابتدي ان انا انزلهم لتحت شوية زي ما انت شايف كده عشان اوسطنهم بين الدايرتين. وبكده المنظر بقى كويس جدا. فاضل بقى شوية نجوم كده نحطهم عشان نربط الكلام اللي فوق باللي تحت، ونحط خلفية بسيطة كده تكون الديرتي لوك بتاع اللوجو ده. وعلشان اجيب النجوم بتاعتي هبتدي ان انا اروح للاليمنتس واكتب كلمة ستار زي ما انت شايف قدامك كده. بعد كده هتيجي في الشيبس تعمل سي اول، وهنختار النجمة اللي انت شايفها قدامك اللي هي رقم 2. وبعد ما ضغطت عليها وجات لي هنا هبتدي ان انا احركها كده لغايه ما تاخد المنتصف بتاعي. بعد كده اصغرها شويتين، اعمل زوم ان عشان ابقى دقيق اكتر. ابتدي ان انا اصغر لحد ما توصل ل 12 في 12 مثلا، وبعد كده هديها اللون بتاعها اللي هو اللون الاسود. هستخدم واحده هنا مثلا وهاخد نسخه منها وانا ماسك الت شيفت اطلعها لفوق. نرجع المسافات، بص كده هو بيقول لك المسافه فوق 23 منها للمربع اللي مكتوب فيه ستيك، ومسافه تحت نفس المسافه. يعني هو بيقول لك كده ان انت لو سبتها المسافه بين النجمه اللي فوق والمربع ده قد المسافه بين النجمه اللي تحت والمربع ده. وبعد كده هعمل زوم ان واخد نسخه تانية من النجمه دي واحطها في المكان هنا. وبعد كده اخد نسخه تالتة وابتدي ان انا بالعين كده اوسطنها ما بين الدايرتين بالمنظر اللي انت شايفه وفي المكان اللي انت شايفه دلوقتي. هعمل نفس الكلام الناحيه التانية، فهاخد نسخه من النجمه دي وانا عامل زوم ان برضو اروح بيها الناحيه التانية وراجع معايا كده ايه الحركه دي. وده هنا علشان تعرف تظبط النجوم في الناحيتين في نفس الاماكن لازم يكون في تطابق علشان ما يبقاش في عشوائيه في الاماكن. كده المسافه 26 من كلمه بارن و26 من كلمه بارن الناحيه التانية. ونفس الكلام هنا وانت ماسك الت شيفت هتاخد نسخه نفس الحركه برضو تستناها اول ما يظهر لك العلامه اللي قدامك دي. شايف ال 12 اللي بيظهروا دول؟ شايف كده اول ما تظهر لك دي تقوم سايب النجم على طول. ونفس الكلام هنا برضو هتاخد نسخه واول ما توسطنها كده تقوم سايبها على طول. كده انت عملت 3 نسخ متطابقين هنا زي اللي هنا بالظبط. طب واللي تحت هنعمل فيه ايه؟ نفس الكلام، هتاخد نسخه من اللي فوق زي ما انت شايف كده وتبتدي انك تنزل بيها تحت وانت عامل زوم ان شويه كده. هتلاقيه هو بيظبطها لك على نفس المسافه اللي فوق. شايف 43 وفي 43 فوق تقوم سايبها. ونفس الكلام تحت هنا برضو هتروح جاي ماسك النجمه دي الت شيفت وتنزل بنسخه تحت لغايه ما تلاقي ان المسافه هنا تمام. بعد كده تنزل بيها نسخه كمان تحت هتلاقي ان المسافه تمام. تاخد النجوم اللي فوق تروح جاي نازل بيها لتحت بالمنظر اللي انت شايفه ده. وهنا كده بالنسبه لي كله تمام. فاضل عندي ان انا احط مثلا شجرتين هنا واضيف بقى التاتش اللي هو هيدي اللوجو ده الديرتي لوك بتاعه. وعلشان نجيب الشجر بتاعنا هتيجي هنا في الاليمنتس وتسرش على كلمه تري سيلويت، وبعد كده في الجرافيكس هتعمل سي اول، وبعد كده تاكد ان انت من الفلاتر هنا مختار الفري اونلي، وهتنزل تحت شويه لغايه ما تلاقي الشجره بتاعتك اللي تصلح للبيئه اللي بتعيش فيها الغزاله دي اللي هي الشجره دي المجانيه الحلوه اللي قدامنا دي. هتضغط عليها عشان تجيلك جوه التصميم بتاعك.
بعد كده هتبتدي إن أنت تحرّكها تصغّرها شوية كده، وتبتدي إنك تميّلها زي ما أنا باميّلها كده بالضبط، تدخّلها كده شوية وتاخد نسخة Ctrl+C Ctrl+V منها تحطها في نفس المكان اللي أختها موجودة فيه، وتعمل حاجة اسمها Flip Horizontal من فوق، وبعد كده Alt Shift هتاخد نسخة منها الناحية التانية، وتيجي هنا في الposition الزاوية بتاعتها لو هي بالسالب تخلّيها موجب، ولو هي بالموجب هتحط سالب قبلها هتلاقيها لفِّت الناحية التانية، وتبتدي إنك تضبّط مكانها بالضبط في نفس مكان أختها اللي موجودة الناحية التانية. وما تنساش إن أنت بعد ما تضبّط مكانها تعمل Flip Horizontal عشان تبقى نسخة طبق الأصل من أختها اللي موجودة الناحية التانية. وكده أنا خلّصت موضوع الشجر والغزالة، فاضل لي بقى الtouch اللي هو الsplash اللي بنحطه العادي جدًا ورا التصميم بتاعنا. وكده أنا خلّصت الشجر والغزالة وكلّه تمام، فاضل بس الlook الأخير اللي هو الdirty look بتاع اللوجو بتاعي. وعلشان تجيب الsplash ده هتيجي هنا في العناصر وهتسرِّش على كلمة اسمها ink splash، وهتيجي هنا في الgraphics تعمل see all، بعد كده في الفلاتر زي ما اتعودنا هتختار المجاني فقط، وكذا حاجة من هنا تنفع ولكن أنا هاختار الشكل ده، وهتفضل تنزل لتحت لحد ما تلاقي شكل ينفع. المطلوب هنا إن هو شكل يكون خفيف وما يكونش تقيل، فالشكل اللي قدامي هنا ينفع. وبعد ما ضغطت على الsplash بتاعي هابتدي إن أنا أضبّط حجمه، وهابتدي إن أنا أجيبه في المكان اللي أنا عايز أستخدمه فيه زي ما أنت شايف كده، وابتدي إن أنا أصغّر حجمه شويتين بحيث إن هو يبقى موجود في المساحة اللي هي الحمرا بس. وخُد بالك النقطة دي اختيارية ومتعبة شوية ولكن بتضيف لجمال اللوجو بتاعك، فكل المطلوب منك إن أنت هتفضل تاخد في نسخ زي ما أنت شايف كده وتحطها جنب بعض في نفس المساحة علشان تغطي اللوجو بتاعك بالمنظر اللي أنت شايفه قدامك دلوقتي زي ما أنا باعمل كده بالضبط. وحاول إن أنت ما تخرّجش الsplash برّه المساحة دي عشان اللوجو بتاعك يبقى شكله professional. هافضل آخد في نسخ زي ما أنت شايف كده قدامك، أنا ممكن أعمل skip للحتة دي ولكن أنا عايزك تشوفها من الأول للآخر عشان تبقى فاهم أنا باعملها إزاي وما تتلخبطش. وعادي جدًا إن الsplash ده يعدّي من قدام الrectangles اللي هنا، بيخلّي شكلها أحلى بكتير. هتفضل تاخد في نسخ، تاخد في نسخ، وخُد بالك ممكن تلِف النسخة دي كده عادي جدًا وأنت ماشي مع الcurve، بس خُد بالك تاخد نسخة عدلة بقى وأنت ماشي في العِدل، فعشان إيه ما تتلخبطش اعملها زي ما أنا باعملها بالضبط. وبعد كده هنرجّع أماكن النسخ دي نخلّيها ورا خالص، ممكن كمان تكبّر من هنا، كبّر كمان اللي أنت خدتها هنا شوية، بعد كده تاخد نسخة من اللي جنبها هنا وتبتدي إن أنت برضه تcustomize it، ممكن تلفّها كده شوية عشان تمشي مع الانحناء وتاخد نسخة، وبعد كده تاخد نسخة من هنا تحطها كده، وتاخد نسخة كده برضه تنزل بيها هنا شوية، تبتدي إن أنت تلفّها هنا شوية وتحطها في المكان ده، وآخر نسخة عندنا اللي هي هنا تبتدي إنك تطلّعها كده، وبعد كده هتاخد نسخة من هنا تطلّعها، بعد كده نسخة تانية، بعد كده نسخة تانية وهكذا. وطبعًا الموضوع بيكون ممل شوية لو أنت لسه مبتدئ، ولكن لمّا تتعود عليه هتلاقي الأمور سهلة وبسيطة. كده اللوجو بتاعك أخد الdirty look بتاعه، ولو مش عاجبك المنظر اللي هو هنا إن الdirty look طالع فوق الrectangle، هتروح جاي رايح لي كده للpositions والlayers وتروح جاي عامل الrectangle ده group مع الكلمة بتاعته اللي هي كلمة stick اللي مكتوبة فوق هنا group كده، ونفس الكلام هتعمله هنا تمسك الrectangle وأنت ماسك control وتختار الكلمة التانية اللي هي house وتعمل control G، فأنت كده عزلتهم وطلعتهم لقدام وخليت شكل اللوجو بتاعك ممتاز. وبكده إحنا خلصنا اللوجو بتاعنا، والشكل النهائي هو الشكل اللي أنت شايفه قدامك. هتمسك كل الشكل ده تخليه كنترول جي وتوسطنه مع الفريم بتاعك قبل ما توريه للعميل. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس وأشوفكم في دروس جاية كتير.